السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا رب يا رب. لا فيديو ديال اليوم كيف ما كيبان لكم شي حاجه ديال الريسيكلاج دائما. داكشي اللي كيعجبني. المهم اليوم اي شبكه عندنا في الدار اللي غنكونوا ما محتاجينهاش ما بغيناهاش كانت غادي ترمى ولا شي حاجه بحال هكا. اليوم غادي نقادو بها شي حاجه اللي غادي نستغلوها واللي غادي تعطينا منظر اللي زوين زوين بزاف. طيقوني غادي يعجبكم في الاخر. بالنسبة ليا خديت أنا هاد الشبكة هادي اللي عندي اللي قديمة. ممكن ديروا أي شبكة عندكم يا إما دايرة بحال هادي ولا مستطيلة ولا مربعة. المهم داكشي اللي كاين في الدار. أي شبكة ما كنتوش محتاجينها اليوم غادي تستغلوها في هاد الشي غنصاوبو. المهم هنايا غادي ناخد صباغة سبراي اللون الكري غادي نصبغها ونخليها تنشف ونطلع معكم من بعد. وهنا البنات من بعد فاش صبغتها ونشفات هذا هو الشكل ديالها. هنايا غادي نكمل باش نحطها حتى هي في الحمام مع دوك القراعي اللي كنت صاوبت. غندير نفس ليستخاص اللي كنت درت في القراعي. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو غادي نخلي لهم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كاينه طريقه اخرى انكم الا بغيتو ديروا لها هاد الكورده هادي وديروا على شكل بابيون هنايا حتى هكا كتجي عاطيه منظر زوين. انا حقاش بغيت نحطها كيف ما قلت لكم في الحمام. غادي نكمل نفس الطريقه اللي كنت درت بهاد الوسخات هادو بدوك القراعي. المهم غادي نجيب هادو كيف هكا وغادي نحاول انني نديرهم في الوسط ديال الشبكه. المهم جا هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نكمل غادي نوريكم اشنو غادي ندير فيها. واخر حاجه غادي نلصقها هي هذا البابيون هذا. كيف ما كنقول دائما ان التزيين كيبقى على حسب الذوق ديال كل وحده فينا. يمكن ذوقي انا وحده اخرى ما غيعجبهاش، يمكن وحده اخرى غتجي هذه الشبكه انها شارجي. المهم داكشي كيبقى اذواق وكل الذوق ديالو. المهم غادي نلصقها كيف ما شفتوا معايا لصقتها بالكولا. وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوا معايا الفوطات اللي غنحط فيها. وهنا البنات غادي ناخد فاش غادي نستغل هاد الشبكه هادي غادي ندير فيها هاد الفوطات الصغار في الحمام. غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لهم. غادي نتني الفوطه هكا بهذا الشكل. من بعد غادي نلوي النص هكا.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الشبكه. كيف ما كتشوفوا سهله بزاف، صاوبناها باشياء اللي بسيطه. هاد البابيون هذا كنت غير حيدته من واحد البيجامه. اي حاجه نستغلوها في الدار عندنا، ماشي ضروري اننا خاصنا حتى نمشيو ناخذوها. وكيف ما كتشوفوا معايا ان الشكل ديالها جا زوين زوين بزاف. وعلى فكره هاد الشبكه هذه راه ديال اللي كنديروا فيها المقابض. وهذا هو الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا اننا نستغلوها في شي حاجه اللي نستافدوا منها. وكتعطي منظر اللي زوين زوين بزاف. ونتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منها ولو حاجه اللي بسيطه بسيطه. وكنقول لكم نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، وفي امان الله.